السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هعمل معاكم احلى صينية بطاطس بالفراخ في الفرن. زي ما انتم شايفين كده مستوية اهي من بره ومن جوه، وطالعة معايا شكل المشوية بالظبط واحلى كمان. والبطاطس فيها اهي مستوية اهي، ما شاء الله عليها. طعمها كده كان تحفة، ولا ريحتها بقى مقولكوش عليها، كانت قلب ريحة البيت والله. جربوها بقى تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة ديت هنعملها ازاي مع بعض. انا اول حاجة بقى جبت الفرخة، مسكتها غسلتها كويس بدقيق وبخل وبملح وبليمون، وخليت مفيش فيها اي ريحه زفاره خالص، ومسكتها قطعتها وسايباها كده في المصفى تتصفى عشان مش عايزه فيها اي ميه. ومعايا هنا بصلتين كبار مقطعاهم شرايح، وبرضك معايا فصين من الثوم مقطعاهم، ومعايا بطاطس مقطعاها شرايح بردك، وكمان معايا هنا الطماطم بردك ضربها في الخلاط ومصفيها بالمصفى عشان مش عايزه فيها اي قشر ولا اي بذر. اول حاجه بقى هنا عملتها، جبت الصينيه ضفت فيها البصل ونزلت عليه بقى بالملح وبالتوابل. معايا بقى التوابل بتاعتي هنا، حاطه ملح وفلفل اسمر ومعلقه بهارات فراخ ومعلقه بابريكا وكزبره ناشفه ومعلقه كمون ومعلقه بردك بابريكا ضايفاها عليه. هنا بقى نزلت بالفراخ كده، انا مقطعاها قطع صغيره. هبتدي بقى انا اتبل الفراخ دي بالتتبيله اللي انا عامله فيها البصل كده، وبنزل بقى تحت الجلد كده وادعكها فيها كويس كده، بتديها نفس حلو وبتبقى طعمها احلى واحلى كمان. ممكن تسيبوها في التتبيله ديت شويه كده، بتدوكوا بردك تستحلوا اول الفراخ وهي لما تيجوا تاكلوها ونفس حلو. نزلت بقى عليهم بردك بالثوم انا مقطعاه وبالفلفل. الفلفل ده بقى اختياري، عايزين يكونوا سبايسي بارد زي ما انتوا حابين، بس الصراحه بردك بيدي نفس حلو لصينيه الفراخ وبيدي لها بردك طعم حلو. ضفت بقى هنا البطاطس اللي انا مقطعاها زي ما انتم شايفينها كده بالشكل دون. وهجيب بردك مكعب مرق دجاج، هو بردك اختياري، عايزين تضيفوه مش عايزين بلاش، بس هو بردك بيديلها بردك طعم حلو. هضيف بردك الطماطم اهي زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كله مع بعض اهو. شايفين بقى ما خدتش معايا وقت خالص ولا اي مجهود، يعني بعملها على طول. في ناس بتحب تشوح الفراخ قبل ما تضيفها في الصينيه، دي طريقه ودي طريقه برضه. هنا بردك جبت معلقة من الزيت كده كبيرة ضفتها عليه، الزيت بيخلي بردك الفراخ كده تبقى خفيفة كده مش بتصد. وضفت بردك عليه معلقة سمنة بلدي كده، تديها بردك طعم حلو. هقلب بقى كل المكونات دي كده في الصينية واظبطها كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وانا بقى كنت مسخنة بقى الفرن عشان تستوي معايا على طول. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا كنت بقى ظبطت طريقة الصينية وضفت لها بس شوية مية صغيرين عشان ما تبقاش تنشف مني، ودخلها بقى الفرن تستوي. ولما تستوي بقى من الفرن هبوريكم شكلها ان هي بقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص بقت جاهزه معايا، هي بقى على التصفيه على طول. وظبطت بقى الملح بتاعه وظبطت لها كل حاجه. هنا بقى لما الفرخه تستوي في الفرن، يكون انا عملت برضه جنب منها كده شويه رز حبه وحبه، او رز بشعريه زي ما انتوا عايزين. بس انا بقى ما كانش عندي شعريه، فقلت ايه هتصرف واعمل شويه رز بشعريه، شويه رز حبه وحبه. هنا ضفت معلقه زيت وعليهم معلقه سمنه، وغسله الرز. أنا باخد نص كميه الرز وبسيب نصها التاني، لما يحمر معايا وياخد من ده بنزل بالنص التاني. الرز ده اصلا بيبقى طعمه حلو في الاكل عن ابو شعريه كمان، وبيبقى ريحته حلوه قوي وطريقته سهله برضه. انا بقى طول ما انا حاطاه على البوتاجاز كده ادي فيه في التقليب على طول عشان يحمر كله من جميع النواحي زي ما انتم شايفين كده. هاخد بقى اللون الدهبي اهوت اللي انتم شايفينه دون. قربت لكم الكاميرا عشان من بعيد ما كانش يعني يبين قوي. هنا بقى بردك نزلت بنص كميه الرز اللي انا غسلاها معاكم اهي، وضفت عليها معلقه ملح ابيض. هقلب بقى الرز كده مع السمنه والزيت، بحب اشوحه كده شويه قبل ما اضيف له الميه، بيبقى طعمه حلو كده ونفسه حلو في الاكل. هنا بقى هضيف له مكعب مرقه دجاج عشان انا ما كانش عندي شوربه،
فقلت بقى هعمله بميه، ونزلت عليه بردك بالميه دي انا مسخناها على البوتاجاز، عشان ما ينفعش يحطوه يعني ميه بارده عشان يستوي معايا على طول. وهنا بقى معليه النار على ما الرز بتاعي يتشرب، ولما يتشرب ههدي عليه عشان يستوي براحته عشان ما يتشطش منه. اهو هنا بقى كان اتشرب اهو زي ما انتم شايفين كده. ههدي عليه بقى خالص يستوي براحته، ولما يستوي هوريهولكم لما يستوي. اهو شايفين بقى الرز ما شاء الله هو طالع معايا مفلفل اهو ومستوي ما شاء الله، شكله كده يفتح النفس والله، وطعمه برضك كان جميل. طعمه بيبقى احلى من ابو شعرية بكتير كمان، ودوت خفيف كده وحلو. وهنا بقى كانت صينية الفرخة اهي كانت استوت وطلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله والله طالعة احلى من المشوية، وطعمها تحفة كده، وطريقتها سهلة خالص، جربوها هتعجبكم. انا بقى كنت مشغلة الفرن من تحت ومشغلة على الشواية من فوق، وسبتها بقى تستوي براحتها، ما عليتش عليها نار ولا اي حاجة، سبتها تستوي على الهادي كده براحتها. هي بس منها سخنة مش عارفة امسكها قوي. شايفين ما شاء الله هي مستوية كلها، والبطاطس برضك فيها هي مستوية وما هياش مهرية، يعني مستوية كويس هي. ايه رأيكم بقى فيها؟ لو عجبتكم بقى الطريقة ديت، متنسونوش بقى في تعليق حلو كده وفي لايك وفي اشتراك عشان القناة تكبر بيكم، وننزلكم كل يوم فيديوهات. قربت لكم هات الكاميرا منها عشان اوريها لكم كلها. شايفين بقى ما شاء الله عليها، تفتح النفس اهيت، وطعمها جميل جدا والله، جربوها مش هتندموا. وبكده بقى يا حبايبي يكون فيديو النهارده كده انتهى معاكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.